التريلر بيفتح على لفتة مدرسة Xavier School for Gifted Youngsters واقعة وسط التراب والدمار قدام الإكس مانشن. اختيار إن أول مكان نشوفه يكون مدرسة إكزيفير مش صدفة، لأن الفيلم رسميا هيجمع أبطال من 3 أكوان مختلفة: عالم ال MCU الأساسي، عالم الفانتاستيك فور، وعالم شخصيات إكس من القديمة اللي لعبها ممثلين كتير في أفلام فوكس. وكيفن فايجي أكد لنا إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة شهيرة بتتصادم فيها العوالم والخطوط الزمنية مع بعض. يعني من أول ثانية الفيلم بيقول لنا إن عالم إكس من واحد من العوالم اللي مهددة بالاختفاء. بعدها بنسمع لأول مرة صوت روبرت داوني جونيور بشخصية فيكتور فان دوم بيقول بمعنى الكلام في حاجة جاية ممكن ما نقدرش نوقفها، وقبل ما اليوم ده يخلص هنكون مجبرين ناخد قرار مستحيل. المهم هنا مش الجملة بس لكن طريقة الكلام. روبرت داوني جونيور مش بيتكلم بصوت توني ستارك أو صوته العادي، هو بيتكلم بصوت هادي أتقل وعنده لكنة أوروبية واضحة تناسب إن دوم حاكم دولة لاتفيريا. Something's coming, something we may not be able to deter. وده قرار ذكي جدا لأن مارفل بتحاول من أول ظهور تفصل بين الشخصيتين، نفس الممثل لكن ده مش توني ستارك ولا فاريانت منه من ايرون مان، على الأقل مفيش أي حاجة في التريلر بتأكد كده. كمان دوم ما بيظهرش من غير القناع، أول لقطة ليه بتكون من الجنب راكع في حديقة الإكس مانشن لابس الرداء الأخضر والقناع المعدني، وبعدها بيرفع راسه ببطء تحت السماء لونها أحمر. مارفل مخبية وشه بالكامل، وده معناه إن تركيزنا دلوقتي المفروض يكون على شخصية فيكتور فان دوم مش على شكل روبرت داوني جونيور. بروفيسور إكس بيكون جوه القصر قاعد على الكرسي وبيبص من الشباك، فجأة بنشوف جسم أو عالم أحمر ضخم في السماء، وبعدها الغلاف الجوي نفسه بيبدأ ينور كأنه بيولع لدرجة إن تشارلز بيغطي عينه. وده غالبا أول تصوير واضح للإنكيرجن. الإنكيرجن بتحصل لما كونين أو أكتر بيبدأوا يتداخلوا مع بعض، والأرض الموجودة في كل كون تتحرك ناحية الأرض التانية، ولو محدش دمر واحدة منهم قبل لحظة التصادم الاتنين ممكن يتدمروا. وده يفسر جملة دوم عن القرار المستحيل. القرار ممكن يكون أي عالم هننقذه وأي عالم لازم نضحي بيه. بعد ما شعار مارفل ستوديوز بيظهر بنشوف افنجرز تاور وعليه شعار الافنجرز الجديد. باب دائري بيفتح وريد ريتشاردز بيدخل وهو لابس جاكيت ابيض ومعاه بقية الفانتاستيك فور ومعاهم ثور. داخل البرج بنشوف اكبر اجتماع حصل في الام سي يو لحد دلوقتي. في ناحية موجودين اعضاء النيو افنجرز اللي هم الثاندر بولتس، منهم يلينا بلوفا، باكي بارنز، جون ووكر، ريد جارديان وجوست. وفي الناحية التانية فريق سام ويلسون، سام بالبدلة ودرع كابتن أمريكا على ظهره، واكين توريس، سكوت لانج وثور. وفي النص وعلى مستوى أعلى شوية واقفين أعضاء فانتاستيك فور، بن جريم، ريد وسو وجوني. الترتيب ده مهم جدا لأن فانتاستيك فور مش واقفين مع أي فريق، هم حرفيا في المنتصف بين مجموعتين من الأفنجرز عندهم خلافات قديمة، وده غالبا لأن ريد هو اللي جاي يحذرهم ويفسر لهم اللي بيحصل. على الشاشة اللي وراهم ظاهر رسم مكون من 3 دوائر متوصلة ببعض، وده تقريبا أول دليل بصري على إن الفيلم بيتعامل مع 3 أكوان رسمية، وهم عالم ال MCU، عالم الفانتاستيك فور، وعالم الإكس مان. والدوائر ال3 كلهم بيتحركوا ناحية نقطة واحدة في المنتصف. يعني احنا مش قدام مالتيفيرس عشوائي زي اللي شفناه قبل كده، القصة مركزة على 3 عوالم محددين داخلين على تصادم مباشر. طول النص التاني من التريلر بنسمع ثور بيلقي خطاب وهو متضايق وغاضب جدا، بيقول انه حارب مع محاربين كانوا اقوى من كل اللي موجودين دلوقتي مجتمعين كلهم مع بعض وانهم ماتوا. وهو غالبا هنا بيتكلم عن لوكي وهايمدال وناتاشا وتوني ستارك وجين فوستر وكمان عدد ضخم من شعب أسجارد. لكن الجملة الأخطر إن ثور بيقول إن الأعداء اللي قتلوا كل الناس دي كانوا بيخوفوه أقل من التهديد الحالي. يعني من الآخر بيقول إن دكتور دوم أكبر وأخطر 100 مرة من ثانوس. وبعدين بيطلب من كل الأبطال ينسوا خلافاتهم الصغيرة وبيقول لهم إحنا لازم يرجعوا مع المعركة دي كإخوات. وبعدها بيختم إحنا هنحتاج معجزة. وده تطور مهم لشخصية ثور على فكرة يا جماعة. ثور زمان كان أول شخص يدخل أي معركة من غير ما يفكر، لكن ثور هنا مش متحمس للحرب وخلاص وهو مرعوب منها، لا هو فعلا مرعوب بجد. لأول مرة تقريبا ثور هو صوت العقل داخل فريق الافنجرز، لأنه أكتر شخص موجود
خسر أهله وأصدقاء وعالم كامل، والتريلر فعلا يعني بيحط ده بوضوح كقلب القصة، كالشخص اللي بيحاول يوحد كل الفرق مع بعضها. طبعا هو هنا بيقول يعني خلينا نبعد الخلافات، يعني احنا هنشوف طول الفيلم، يعني طول الفيلم الأولاني هنشوف اكس مان بيحاربوا افنجرز، وده اللي احنا شفناه برضو، وده اللي احنا هنتكلم عليه قدام. بعدها بنروح لمكان عرش نيمور في تالوكان. نيمور قاعد على عرشه، والعرش محاط بفك مخلوق بحري ضخم زي اللي شفناه في واكاندا فوريفر. قدامه شوري وإمباكو، وحواليه محاربين من واكاندا وتالوكان واقفين في حالة توتر. شوري بتبص ناحية نيمور وبعدين ناحية إمباكو، وبعدها بدلة بلاك بانثر بتتكون على جسمها. لكن أكبر تفصيلة في المكان إن تالوكان ما بقتش تحت المية، البحر كله متراجع ومكون حوالين المدينة حائط مياه دائري زي ما احنا شايفين، وكأن حد فصل البحر وفتح قاع المحيط. طيب مين اللي عمل كده؟ ممكن تكون سو ستورم استخدمت قوة هائلة وعملت المجال يمنع المية ان هي تدخل عشان يعرفوا يتكلموا مع نيمور. ممكن يكون نيمور هو اللي نفسه عمل يعني الحائط ده الكامل. ممكن يكون دوم هو اللي عمل ورفع المدينة كلها من البحر، او ممكن تكون الانكيرجن غيرت قوانين العالم والمكان. التريلر ما بيديناش إجابة، لكن وجود سو ستورم في نفس المنطقة دي مهم جدا. وبنشوف بن جريم وهو بيصافح إمباكو، ووراهم سو وباكي وواكين توريس. وبعدها سو بتبص قدامها وبتهز راسها، وبيجي بعدها مشهد شوري وهي بتعمل تحية. المونتاج هنا بيوحي إن سو وشوري بيتواصلوا مع بعض، وإن الفانتاستيك فور وصلوا لاتفاق مع تالوكان وواكاندا. لكن استعداد شوري للقتال هنا بيقول إن الاجتماع ده مش سلمي قوي بالكامل. ونيمور وهو بيلف وبيطير حوالين المكان برضو تحس إن في حرب هتحصل ما بينهم. ممكن نيمور أصلا يكون رافض خطة الأبطال، أو شايف إن إنقاذ العالم بتاعه أهم من إنقاذ أي عالم تاني. نرجع للإكس مانشن، وهنا بتبدأ المواجهات اللي محدش كان متوقع يشوفها بالشكل ده. أول مواجهة واضحة كانت شانغ تشي ضد جامبت ماسك العصاية بتاعته وهي مشحونة بطاقة بنفسجية. شانغ تشي يصدها بالتين رينجز، وبعدها حلقتين يطيروا من إيده ويدفعوا جامبت يرجع لورا. جامبت بعدها بيطلع كارت الإيس أوف هارتس مشحون بالطاقة، وبيبص لشانغ تشي كأنه بيقول له ما تجربش تتحرك. المواجهة هنا بتورينا إن المعركة مش دوم ضد الأبطال من البداية، لأ، هي الأفنجرز ضد الإكس مان نفسهم، شايفين بعض كأعداء. ممكن كل فريق بيكون معتقد ان العالم التاني هو السبب في الانكيرجن، والاخطر ان الطريقة الوحيدة المعروفة لإيقاف التصادم ممكن تكون تدمير ارض العالم التاني. يعني تشانغ شي ممكن مش بيحارب اصلا جامبت لانه شرير، هو ممكن يكون بيحاربه علشان ينقذ العالم بتاعه. وبنشوفه كمان بنشوف كمان سام ويلسون داخل الاكس مانشن بيبص لفوق، وجامبت بينط من دور عالي تحت سقف زجاج ملون ضخم، وبينزل بالعصاية على الأرض ويعمل موجة صدمة. فواضح إن جامبت هنا هيواجه أكتر من أفنجر مش مجرد شانغ تشي. وبعدها بنشوف يلينا بتدخل وهي رافعة سلاحها، وبعدها بترمي عصاية ناحية ميستيك هنا شكلها أقرب جدا للكوميكس، غيروا شكلها تماما وشايفين شعر أحمر قصير واللبس الأبيض. بتمسك العصاية في الهواء، وبمجرد ما تمسكها بتتحول لشكل يلينا، وفجأة بيبقى عندنا نسختين من يلينا بيتخانقوا مع بعض. المشهد ده غالبا واحد من أجمل المشاهد اللي احنا هنشوفها، برضو أكشن كده وكوميدي برضو، لأن احنا بنشوف الاتنين بيحاربوا ضد بعض، ومستيك تقدر يعني تاخد شكل أي شخصية منهم وسط التجمع الضخم بالشكل ده. محدش هيعرف أصلا يثق فيها ولا يثق في حد. هل الشخص اللي قدامنا هو سام فعلا؟ هل هي مثلا سو ستورم؟ هل ده دوم فعلا؟ فمستيك هنا هتبقى مشكلة بالنسبة لهم كبيرة، أو ممكن تكون كارت مهم ضد دكتور دوم لما يحاربوه. جيمس مارسدن راجع بشخصية سايكلوبس ببدلة أقرب جدا لشكل الشخصية في الكوميكس. بعد انفجار ضخم عند درجات الإكس مانشن، سايكلوبس بيشغل الفايزر بتاعته، وبعدها بنشوفه بيطلق الأوبتيك بلاست قوية جدا، وفي الخلفية ظاهر أجسام آلية عملاقة ومعاها رأس السنتينل مقطوعة على الأرض. وده معناه إن عالم الأكسمن وقت وصول الأفنجرز مش عالم مستقر أصلا. السنتينلز ممكن تكون هجمت المدرسة قبل وصولهم، أو تم تشغيلها وسط الانكيرجن.
وفي نظرية أقوى شوية إن دوم اخترق السنتينلز أو سيطر عليها باستخدام التكنولوجيا والسحر بتاعته. مفيش تأكيد مباشر إن دوم هو اللي بيتحكم فيهم، لكن وجوده في نفس حديقة المدرسة أثناء هجومهم يخلي نظرية منطقية جدا. وعلى فكرة طبعا يا جماعة احنا عرفنا إن شفنا في المشهد اللي اتسرب إن كان دكتور دوم هو اللي بيحييهم تاني وهو اللي بيرفعهم تاني من تحت الأرض، فممكن يكون دوم هو اللي بيتحكم فيهم كلهم من دلوقتي، أو ممكن يكون هو اللي صنعهم. لسه هنشوف لما الفيلم ينزل. وسط بقى الأكشن ده كله بنشوف لقطات هادية لبروفيسور إكس وماجنيتو داخل القصر. الاتنين قريبين مع بعض وملامحهم مش ملامح ناس بيستعدوا ينتصروا، هم شكلهم عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل دلوقتي. وده ممكن يفسر يعني ليه بقية الإكس مان بيحاربوا بعنف. هم مش بيحاولوا يحتلوا عالم الام سي يو، هم بيدافعوا عن آخر فرصة للعالم بتاعهم. تشارلز ممكن يكون عرف باستخدام قدراته العقلية إن الانكيرجن خلاص بدأت وإن مفيش حل ينقذ العالمين مع بعض. وكلام دوم عن القرار المستحيل ممكن يكون موجه أصلا ليه والماجنيتو. هل دوم عرض عليهم إن هم مثلا يضحوا بعالم الام سي يو علشان الإكس مان يعيشوا؟ ممكن. أو قال لهم مثلا إنه يقدر ينقذ جزء صغير من العالم بتاعهم لكن لازم يسيب الباقي يموت؟ ممكن. تريلر هنا بعد كده بيعرض لنا مجموعة لقطات عاطفية سريعة. سكوت لانج بيبوس بنته كاسي، جوني ستورم بيحضن أخته سو، ماجنيتو وتشارلز بيقفوا مع بعض، وشوري بتعمل تحية ناحية سو. اللقطات دي كلها شكلها أقرب للوداع منها للتحضير للمعركة، وده بيخلي كلام ثور لو رجعتوا هترجعوا كإخوات أخطر، لأنه عارف إن عدد كبير جدا من اللي موجودين دول أصلا مش هيرجعوا. ممكن فيلم دومزداي ده يكون كارثي بنفس طريقة انفينيتي وور وينتهي بموت شخصيات واختفاء عوالم كاملة قبل سيكريت وورز. في لقطات قريبة سو بتعمل فورس شيلد ووشها عليه ضغط شديد شبه اللحظات اللي بتستخدم فيها قوتها بأقصى طاقة. السؤال هنا بقى، هي بتحاول تمنع ايه؟ ممكن تكون بتحاول توقف المية حوالين تالوكان، ممكن بتحمي مجموعة من انفجار الانكيرجن، او ممكن بتحاول تعمل حاجز بين عالمين كاملين. سو واحدة من الشخصيات القليلة اللي قوتها ممكن تلعب دور مباشر في حماية الناس وقت انهيار الأكوان، وده يفسر ليه ليه هي موجودة تقريبا في كل الجبهات. موجودة في تالوكان، موجودة في افنجرز تاور، كمان هيربي الروبوت بتاع الفانتاستيك فور موجود وظاهر بشكل سريع داخل الإكس مانشن مع ريد. وده معناه ان الفانتاستيك فور غالبا جايين بالمعدات والمعلومات الخاصة بالعالم بتاعهم، مش مجرد جايين يحاربوا. وبنوصل بقى لأقوى لقطة في التريلر. ثورن بينزل في حديقة الإكس مانشن ومعاه ستورم بريكر والسلاح بيبدأ يشحن بالكهرباء. دوم واقف قدامه بهدوء، ثور بينط في الهواء بيضرب ستورم بريكر بنفس الطريقة اللي حاول يقتل بيها ثانوس في انفينيتي وور، لكن دوم ما بيتحركش، بيرفع صباعين بس وبيوقف ستورم بريكر في مكانه. كل البرق وقوة ثور دي واقفين عند خط صغير قدام ايد دوم، بينما بقى دوم ثابت في مكانه وما بيتحركش خالص. من ورا فتحات القناع بنشوف عيونه الخضرة، وثور بيصرخ وبيحاول يضغط اكتر واكتر بكل حاجة عنده، ولكن السلاح بتاعه ما بيتحركش سنتيمتر واحد. المشهد ده وظيفته واضحة جدا، بيقول لنا ان دوم اقوى من اي خصم ثور واجهه بالطريقة التقليدية، وممكن قوته تكون خليط من التكنولوجيا والسحر، ودي اخطر حاجة في دوم. هو مش مجرد عالم زي مثلا توني ستارك، ومش مجرد ساحر زي دكتور سترينج، هو الاتنين مع بعض. لكن في بقى تفصيلة غريبة بعد كده، بنشوف ثور واقف وماسك الستورم بريكر وميولنير الاتنين مع بعض، وفجأة بيبص الشخص كده، الشخص ده مش ظاهر لنا، وبعدها بقى كده ثور بيقول احنا محتاجين معجزة، وبنسمع صوت مألوف كده احنا عارفينه بيقول Hey, pal. ثور بيلف وبيبص في صدمة وبيقول ده مستحيل. الشخص بيفتح ايده وميولنير بيطير من ايد ثور لايد الشخص ده، وبنشوف ستيف روجرز. لكن ستيف هنا مش بنفس شكل الراجل العجوز اللي ظهر في نهاية اند جيم، عنده شعر طويل ودقن وشكله قريب من ستيف في انفينيتي وور، ولابس ملابس جديدة، ملابس عادية، ملابس مش لبس كابتن أمريكا مثلا. وده بقى بيفتح لنا كذا احتمال.
اول احتمال انه فاريانت من عالم تاني، بس انا اعتقد ان الاحتمال ده مش صح. ليه؟ لان هو هنا ثور اصلا بيقول مستحيل. مستحيل ليه؟ لان احنا عارفين ان كابتن امريكا رجع بالزمن لورا، وبعد كده رجع لهم في الزمن العادي اللي هو اللي موجود دلوقتي وهو راجل عجوز. فثور عارف ان خلاص يعني هو ستيف روجرز ما بقاش كابتن امريكا، بقى راجل عجوز دلوقتي في الزمن بتاعنا. فده بيثبت لنا بقى ان لما هو قال ده مستحيل، هو كان فاكر ان دي فاريانت او شخصية تانية من عالم تاني او نسخة تانية من كابتن امريكا من عالم تاني. ولكن اللي بيثبت لنا ان ده كابتن امريكا من العالم بتاعنا ومن عالم انفينيتي وور واند جيم، لما بيسحب ميولنير من ايديه. لان مش كل شخصيات كابتن امريكا في العالم دي كلها بيقدر يسحب ميولنير من ايد ثور. حتى ثور كان عايز يجرب يعمل تيست كده، راح رافع ميولنير في الهواء كده اللي هو مستني هل ميولنير هيطير بالنسبه لك، هيطير لك على طول دلوقتي وهتسحبه من ايدي ولا لا. واثبت له فعلا ان ميولنير اتسحب من ايديه وطار له. طبعا احنا اتأكد لنا الموضوع ده برضو لما شفنا البوستر الرسمي بتاع دومزداي. شفنا ان ستيف روجرز ماسك ميولنير، وميولنير اللي ماسكه مش ميولنير عادي، هو ميولنير اللي متكسر حتت صغيرة، وده بالظبط نفس ميولنير اللي كان موجود في لاف اند ثاندر. ده برضو بيثبت لنا ان ده كابتن امريكا بتاع العالم بتاعنا. ميولنير برضو مش يعني الهامر بتاع ثور بيبقى عنده برضو إلى حد ما ذكاء شوية، بيقدر يفرق ما بين شخص والتاني. احنا طبعا شفنا في لاف اند ثاندر ميولنير كان بيتحرك بنفسه وبيعرف يعني يفهم كلام ثور. فميولنير كهامر هو تحس ان هو كشخص، تحس ان هو مثلا كحاجة كده جواه بيعرف يتحكم في نفسه. فكون ان هو يختار بنفسه ان هو يطير لإيد ستيف روجرز، فهو كأنه بيقول لنا أنا عارف الشخصية دي مش شخصية مثلا من عوالم تانية، الشخصية دي أنا عارفها، ده كابتن أمريكا ورجع لنا تاني. طيب إزاي رجع لنا ستيف قدامنا ده دلوقتي مع إنه خلاص بقى راجل عجوز؟ في كذا أوبشن. الأوبشن الأولاني اللي أنا متوقع ومرجحه أكتر إن لوكي هو اللي عمل كده، إن لوكي رجع بالزمن لورا طبعا هو دلوقتي لوكي بقى ماسك كل البرانشز بتاعت العوالم كلها، وبقى هو جاد اوف ستوريز، اله القصص، فهو عارف كل حاجه بتحصل في العوالم دي. طبعا اكبر مفتاح ضد دكتور دوم هو بالنسبه لي لوكي. انا عارف ان لوكي هو هيكون المفتاح الرسمي في الفيلم ده. فانا اعتقد ان لوكي رجع بالزمن لورا، راح لكابتن امريكا وهو عايش مع باجي كارتر، وده بالظبط نفس التريلر اللي احنا شفناه الصغير خالص اللي شفناه من شهور، اللي هو كان حوالي 10 ثواني بس، وشفنا ستيف روجرز كان ماسك ابنه. فده بيثبت لنا ان ستيف روجرز لما رجع بالزمن لورا عاش مع باجي كارتر وخلف منها ابن. وبعد كده لوكي رجع له وقال له احنا محتاجينك في المستقبل، احنا في المستقبل بتاعنا بيتدمر دلوقتي لان انت رجعت بالزمن لورا، فانت انت عملت لنا انكيرجن دلوقتي، فانت لازم ترجع دلوقتي وتحمي المستقبل قبل ما يتدمر. طيب بعد ما شرحنا كل التفاصيل الصغيرة اللي موجودة في التريلر، تعالوا بقى نحلله واحدة واحدة ونشوف أهم سؤال، إيه اللي دكتور دوم بيحاول يعمله فعلا؟ دوم في التريلر هنا ما بيتكلمش كواحد جاي يدمر الأكوان ولا حتى كواحد بيهدد الأبطال، هو بيتكلم كأنه عارف إن النهاية جاية، وإنه الوحيد المستعد ياخد القرار الصعب اللي باقي الأبطال مش قادرين ياخدوه. وده ممكن يكون سر الشخصية. دوم غالبا شايف نفسه البطل هنا. ممكن الانكيرجنز تكون بدأت بشكل طبيعي بسبب العبث اللي حصل في المالتيفيرس من واندا وسبايدر مان ودكتور سترينج ولوكي والافنجرز، لكن دوم اكتشف ان انقاذ كل الاكوان مستحيل، فبدل ما يسيبهم كلهم يموتوا قرر ياخد اقوى اجزاء من العوالم الثلاثة ويجمعها في عالم واحد تحت حكمه. العالم ده هو اللي هيكون اسمه باتل وورلد في افنجرز سيكريت وورز. بالنسبة للأبطال دوم واحد جاي بيدمر العوالم وبيقتل الناس، لكن بالنسبة له هو أنقذ آخر جزء ممكن إنقاذه من الوجود، وده يفسر جملته عن القرار المستحيل، وبيفسر ليه هو بيحاول يتكلم مع الأبطال قبل ما يقتلهم على طول في ساعتها. هو ممكن يكون بيدور بيديهم بيعرض عليهم اختيارات وبيقول لهم ساعدوني نختار مين يعيش،
طبعا هم طبعا ردهم هو ايه؟ هو اللي مين يعيش؟ الاكوان دي كلها هتعيش. طبعا هو بقى رده بالنسبه لهم طيب اقفوا بقى في طريقي وشوفوا كل الاكوان كلها بتموت تحت ايديكم. طيب توقعي بقى للفيلم ده كله هيكون ان بدايه الفيلم هتبدا بان هم هيظهر، يعني اول حاجه هيعملوها ان هم هيظهروا لنا قوة دكتور دوم. وطبعا في سكريبت كده تم تسريبه، هو ان بداية الفيلم هتكون في عالم توبي ماجواير. فانا اعتقد ان هم هيستخدموا عالم توبي ماجواير كأنه اكزامبل كده، او كأنه مثال لقوة دكتور دوم، وان دكتور دوم هيدمر العالم ده، وان توبي ماجواير هيلحق هيتم انقاذه من لوكي. وبعد كده لوكي اعتقد هيكون سبب في ان هو هيروح ياخد ثور وهيحذر ثور من دكتور دوم. ثور بعد كده هيروح لدكتور دوم وهيحاول يحاربه، وهينزل بستورم بريكر عليه، طبعا دوم هيتغلب عليه. وهنا بقى علشان كده هنلاقي ان ثور بيتكلم مع الاكس مان والافنجرز وبيقول لهم القوه اللي احنا شفناها دي انا عمري ما شفت زيها تاني في حياتي. وده يثبت لنا ان ثور هيحارب دكتور دوم مرتين، هيحاربه مرتين مش مرة واحدة. مرة هيحاربه ومش هيتغلب عليه وهيشوف قوته بجد، والمرة التانية هيكون مع الافنجرز ومع الاكس مان. طبعا احنا هنشوف النص الاولاني من الفيلم كله عبارة عن الاكس مان بيحاربوا الافنجرز، واعتقد ان الاكس مان هيشوفوا ان الافنجرز هم السبب في البلاوي اللي عمالة بتحصل دي كلها، هيشوفوا ان هم غيروا في الواقع ورجعوا بالزمن وعملوا مشاكل كتيرة جدا خلت البلاوي دي كلها عمالة بتحصل. فاكس مان هيشوفوا ان السبب هم افنجرز، وهيبقوا شايفين ان عالم الام سي يو هو اللي لازم يتدمر دلوقتي. عشان كده هنشوف في النص الاولاني من الفيلم كله افنجرز ضد اكس مان، وبعد كده هنبدأ نشوف في آخر الفيلم خالص الفريق كله بيتحد وبيحاربوا دوم. ولكن أعتقد إن زي ما انفينيتي وور انتهت بمكسب ثانوس، دومز داي هينتهي بمكسب دوم. وده تحليلي بالنسبة للتريلر كله وللفيلم كله، وحاجات كتيرة قوي شفناها في التريلر. بقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتس عن التريلر ده، هل عجبكم؟ هل شايفين ان في حاجات مثلا ممكن تكون مارفل شالتها في التريلر؟ لان مارفل دايما معروفة عن الحركة دي، ان هم يقعدوا يشيلوا لنا شخصيات في التريلر كانت موجودة اصلا. فبقولوا لي بقى في الكومنتس انتوا ايه رأيكم. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة و see you later.